جابت ابنها مالك واصبح جمال جدا. وتاكدت ساعتها المثل الذي يقول اعز من الولد ولد الولد. جمال كانت سعادته بلا حدود، ويا ريت تكون ماده كبيره سجلت الحكايات اللي كان بيحكيها له قبل النوم. جمال قال لي انه قبل النوم يقعد يحكي لمالك قصص وحكايات لغايه ما ينام. يا رب يكونوا مسجلينها او محتفظين بيها باي شكل من الاشكال. انا باعتباري من الاسره وماجي اتكلمت نيابه عنا افضل منا جميعا وقدمت شهاده. انا طلبت من طالب الطالب وليس من حقي ان اطلب منه انه ينشر نصها الكامل، وقال لي انها مسجله وما ينشر نصها الكامل. انا يعني اترك فرصتي في الكلام للواء مهندس اسماعيل البريطاني شقيق جمال البريطاني، وللدكتور فاروق العقده صديقنا الثالث المشترك اللي التقينا ما في مقهى او مطعم او مكان عام في القاهره كلها الا وشفت جمال البريطاني مع فاروق العقده محافظ البنك المركزي الاسبق والمحافظ الجديد واحد من منازله.